بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم من قناة اكلات ويوميات النهارده كده روتين جميل جدا جدا واحب الروتينات على قلبي. هنروح عند ابويا ونخبز او نتجمع كلنا انا واخواتي. اول حاجة عجننا العيش، وطبعا العجين العادي خالص. عجنت معاكم كام مرة قبل كده، دقيق وخميرة وملح ومية دافية عشان العجن. وبعد كده هنعجن بقى العجين ونخمره ونبدأ نخبز، وهنخبز في العيش البلدي. انا بحب اروح هناك وبنتجمع كلنا هناك، بيبقى العيش البلدي في الفرن. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا جدا. الفرن البلدي لا يعلى عليه في العيش. في اي اكل تعمليه فيه. هتعملي مثلا كيكه، هتعملي مسبوس، اي حاجه بيبقى لها طعم حلو، وكمان ريحتها وطعمها جميل جدا، وكمان شكلها حلو. كده خلاص انا كنت بعجن اهوت. طبعا بقى هنعجن وهنسيبه يخمر، وننزل نشوف هنعمل ايه. هخلص بقى العجين ونخمره، وبنبدأ نقطع في العجين او نقرص العجين. دي تقطعيه على حسب ما انت عايزه حجم العيش بتاعك قد ايه. احنا نعمله بالمكنه، فالعجينه هتبقى صغيره على قد ما انت عايزه، او على قد يعني ما انت عايزه العيش قد ايه، كبير او صغير. طبعا بقى كنا بدأنا الخبيز، يعني ما جبتكم بقى، ما جبتكوش مرحله التقطيع والحاجات دي كلها، لان برضو صورتها قبل كده. بس انا بحب اشارك معاكم يوم الخميس بالذات هناك. يعني الفرن البلدي بقى، والقعده بتاعتنا كلنا مع بعض. وكمان والله كان نفسي اسيب الصوت، بس ما شاء الله الاولاد كتير وعاملين اصوات كتير، وعشان يعني ايه، آه الدوشه بتاعت العيال وكده. وطبعا بقى عملنا العيش، وما شاء الله العيش هناك ما شاء الله طالع قابب قابب حلو كده وجميل. وكمان عملوها ابوريه بسكر. يعني العيش بتحطيه بتعملي مدور كده، وبعدين زي ما انتم شايفين اللي هي في جنب دي كانت ابوريه بسكر. بيقول عليها ابوريه بسكر او عيش بسكر. بتجيبيه وتعمليه مدور، وبعدين تحطي السكر في قلبه وتقفليه وتحطيه في الفرن بيستوي. بيبقى طعمه حلو. وكمان ايه، العيال بقى بنديلهم كده بيتصبروا بيه على ما نعمل الاكل وكده. ساعات تحطي سمنه على السكر وتحطيه وتحشيه فيه العيش، بيبقى طعمه حلو قوي، بيبقى عامل زي الفطير كده، وريحته حلوه وطعمه حلو. لكن دي كنا عاملينها بسكر بس. هنخلص بقى كل العجين ده كله، والخبيز ما شاء الله احنا كنا عاملين كتير. فمن عاداتنا بقى زمان، من ايام زمان ما كنا بنخبز وامي كانت معانا وكده، كنا بنقشوي بقى. هنخبز يبقى نعمل مثلا ملوخيه خضراء، ملوخيه ناشفه، هنشوي بتنجان، هنعمل اكل بالعيش كده حلو. خلص سبتهم بقى يكملوا الخبيز، وطلعت نعمل ايه، صينيه حاجه حلوه كده، بسبوسه او كيكه او اي حاجه انت بتعمليها، زي ما كنا برضو زمان بنعمل. كنا كلنا بعد ما نخلص خبيز في الفرن البلدي، كل واحده فينا او كل واحده في جيراننا، او الناس اللي كانت قاعده معانا، كانوا بيقوموا عاملين بقى صينيه كيكه كده في الفرن، صينيه بسبوسه. وساعات والله ما كناش بنحط عليها بيض، كان بيبقى سمنه او زيت وسكر وخلاص، ولبن او مثلا ميه كمان، وبتبقى طعمها حلو جدا. بس طبعا بقى ايه، فاحنا بنقول يعني بنزود القيمة بتاعتها ونحط لها بيض. وعملتها بلبن، وعملتها كمان بعصير برتقان، او عندك مثلا فروت برتقان. اعمليها زي ما انت عايزه، بالطعم اللي انت عايزاه. حطيت كوبايتين 2 سكر او مجان سكر، وحطيت عليهم كوبايه زيت، وحطيت عليهم 3 بيضات، وكمان كيسين فانيليا وشويه خل. الخل بيضع ريحه الزفاره بتاعه البيض، وكمان بيدي هشاشة كده للكيكة او للبسبوسة اللي انت بتحطيها. كان طعمها حلو جدا. وغير كمان اللي بتعملها في فرن البوتاجاز او في البوتاجاز عندك، شم ريحة بقى الفرن البلدي كده وطبعا احنا بنخبز بقوالح وبخشب وكل الحاجات دي، فريحة الكيكة حلوة وطعمها كمان حلو. فانا حبيت ارجع ايام زمان، ونرجع لايام بتاع الخبيز من زمان كده، ونعمل بقى الحاجات الحلوة ديت، والبتنجان المشوي والملوخية وقعدة الطبلية الحلوة. يعني الواحد بيحاول يرجع ذكريات بتاعة زمان كده، بس طبعا الأيام عمرها ما ترجع تاني. فبنحاول بحاجات بسيطة أو بحاجات قليلة نفتكر زمان، ونكون قعدتنا ولمتنا كلنا حوالين بعض والحاجات الحلوة دي. طبعا هضرب بقى كل المكونات مع بعض، وهنزل بلبن، أو ممكن عندك زبادي بتبقى حلوة جدا. أنا حطيت ليها الكيكة اللي هي بالدقيق الذرة، وكمان بالدقيق القمح.
فبتبقى طعمها حلو جدا وبتبقى طريه قوي قوي لما تحط عليها زبادي. ما كانش عندنا زبادي، كان في لبن، عملت بلبن وكمان فروت برتقان وحطيت ده على ده، كانت طالعه حلوه قوي، وكانت طالعه ما شاء الله جميله وطريه خالص. هدوب بقى يعني بحاول ادوب، ما فيش مضرب كهرباء ولا حاجه، فانا بعمل بمضرب اليدوي العادي، فبحاول ادوب السكر، وكمان السكر كان ناعم، عايزه تضربيه في الخلاط بيبقى حلو جدا. لكن انا برضو رجعت برضو الايام زمان وعملنا احنا كنا بنعمل بايدينا الاول، بس دلوقتي في مضرب بقى وكده، فبقيت اعمل بالمضرب السلك عادي. هنزل بقى الدقيق، الذره، انا بحب دقيق الذره شويه كتير عن الدقيق القمح، لكن انت عايز تحطي مثلا الدقيق قد دقيق الذره قد دقيق القمح، بتبقى برضو جميله قوي. فانا ما شاء الله يعني ما عيرتش، انا عملت كده ما شاء الله يعني كميه معتبره، اخواتي كلهم عملوا وانا عملت لهم كلهم، كانت حلوه جدا وطعمها حلو وريحتها كمان ما شاء الله جميله. وهنخلص بقى الكيكه نحطها في الفرن. طبعا الفرن بتحطيها مش هتبقى زيها زي الفرن البوتاجاز، احنا بنخلص خبيز خالص وبنسيبه يهدى شويه، ما يبقاش بارد، بيهدى شويه. ده كنا فاتحين شباك المطبخ، فكان يعني طبعا النهار لسه لسه معامل، فكان النور واضح قوي. وبعدين بتحطيها بقى في فرن بتستوي على صهد الفرن يعني، تقفلي الباب بتاعه وتقومي عاملاها سايباها تستوي مع نفسها. ده بقى طبعا الاكل بتاعنا النهارده، هو طبعا ارداحي كل حاجه، بس كانت احلى لقمه، وقلنا احنا كمان احنا اللي قلنا هناكل الاكله ديت تبقى طعمها حلو. بتنجان مهروس او بتنجان بابا غنوج، وكمان جبنه قديمه بقى على طحينه على زيت على ليمون، وملوخيه الخضراء، وكمان عملنا مكرونه محمره كده للعيال. وادي شكل كيكه بقى، اسيبكم بقى في رعايه الله ومع السلامه.